أعزائي الكرام، أعزائي الكرام، يا أستاذ هل نبدأ؟ الكابتن دونالد ترامب يعود إليكم من جديد. ترامب رجع. وصل العريس وصل العريس وصل. دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية لعهدة جديدة والمراركة في قمة السعادة. عودة ترامب من جديد ورعب الجزائر. شكلها حتولع نار. ترامب رجع. دونالد ترامب اللي كنعرفه هو أول واحد اعترف بمغربية الصحراء رسميا. لبالك كتشوف المراركة فرحانين وزاهيين ويستشفوا الجزائريين تحس أنه ترامب هذا صديقهم أو حليفهم، مع أنه والله ما يسمع بهم. كما نؤيد بقوة مخطط الحكم الذاتي ومن ثم والجزائر كتقفقف. راه كتلقى دابا العسكر يا ربي ما يشوفناش ترامب، يا ربي نسانا. المهم اللي كان كيسول على تبون فين غبره ديما تا هو دا رجال هنا الطاليان كيشارك في واحد الحفل. كل الخطوات اللي دارها المغربي وكان يعتقد على انها خطوات سليمه هي اخطاء جسيمه. عندنا لكم كذلك خبر مطنطن. CIA تنشر خريطة المغرب كاملة عشية عودة ترامب للبيت الأبيض. الخريطة المغربية كاملة مكتملة نشرت اليوم. فين؟ في الموقع نتاع CIA. هذه وكالة CIA هي استخبارات أمريكية. الخريطة كيقول لك هذه خريطة المغرب كتظهر يعني الأبرز والأماكن اللي فيها الساكنة. تبون الليلة تبات تتوجع عند الزهرة وتقول لها واش اداني لهذا البوليتيك يا الزهرة واش اداني. ثم قال ماذا؟ هذا كامل مقابل تويتر، حتى مش قرار رسمي أو قرار دولة أو تويتر فقط. وقد أكدت المتحدثة ذاتها أن هذا القرار أصبح حقيقة تاريخية، مؤكدة أن الاعتراف بمغربية الصحراء هو قرار مستمر ولن يتم التراجع عنها. يقال لك هي حقنا غير تغريدة ديال دونالد ترامب وتراجع عنها. دابا ما غاديش نجيو عاد نقنعوا بصبع المبرداع بأن الأمر لا يتعلق فقط بتدوينات. لبيك اللهم وجزائر. لبيك اللهم وجزائر. الإدارة الأمريكية الآن أي تصلها معطيات خلتها تغير موقفها تماما. تغريدة ما تحيدتش. الولايات المتحدة لم تسحب اعترافها بمغربية الصحراء. زيد على ذلك قال لهم الله سبحانه وتعالى قال لهم خلق الراجل والمرأة، ما خرجت الدري تولي درية والدرية تولي دري. فيها ذكر وفيها أنثى، فهمتوني؟ يعني ما كايناش نص نص. ثم قال ماذا؟ أول دولة يزورها بعد ما يدخل البيت الأبيض الأمريكي هي الجزائر. من اللي جا تبون كش ما جا رئيس عندنا؟ ترامب أنت من سيزور الجزائر؟ قال الجزائر. كش ما كاين رئيس تاع دولة محترمة زار الجزائر كانش. ترامب سيزور الجزائر. زوز جاو قيس سعيد العتروس التيس المنتن وتعبوا لي خاريو. Oh my god. ماذا لو خرج ترامب قال لكم البوليزاريو حركة؟ عمي ترامب والحقرة صاحبي، أول يوم له في البيت الأبيض خرج قال لهم نصنف الدول والجماعات التي تهدد حلفاءنا في خانة الراعية للإر. حابين تصنفوا بوليزاريو في منظمة إرهابية بينهم خليهم ياكلوكم كيتصنفوا كمنظمة إرهابية من بعد خلاص. أين ستذهبون؟ ماذا أنتم فاعلون؟ إن الأمم المتحدة. مالك مخلوع؟ مطالبة بالتعجيل بتنفيذ تعهدها. غادي في الخسران حمادي. بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية. اليوم العقيدة عند الكبرانات هي الصحراء، يعني مستعدين يبيعوا البلاد كاملة من أجل أن المغرب ما يهزمهمش في قضية الصحراء. بيني وبينك ودا خويا عبد المجيد، يحسن عوانك ودا خويا عبد المجيد مع هذا عمي ترامب. إن الصحراء صحراؤنا، لم نغتصبها اغتصابا ولم نستلبها استلابا، وإنما هي جزء من وطننا كان محتلا فخلصناه. والقادم أجمل. والصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه.